دي ما تصدقش، ما تصدقش كل حاجة تسمعها، ما تقومش هزز ديلك وتقول اه صح الكلام ده، لا. انت لازم تشوف الاحداث دي معايا في الفيديو عشان تفهم ايه اللي بيحصل. هل امريكا رافضة اسرائيل؟ هل امريكا هتحاكم اسرائيل؟ قلنا لا. هل المينا البحري دوت معمول عشان خاطر المساعدات؟ لا. العملية العسكرية اللي حصلت لتحرير بعض الاسرائيليين من منطقة المسيرات في غزة، هي كانت مذبحة شاركت فيها أمريكا. يعني أمريكا أصلا مدانة مع إسرائيل، فما يجوش يقولوا لك إحنا بنرفض. دول الاتنين دولت عاملين زي غية وسكينة، دول المفروض يتحاكموا دوليا. دوليا. ما تصدقش، ما تصدقش. المينا ده قلنا اتعمل عشان يخدم إسرائيل في حالة الحصار عليها، ويدخلوا لها مساعدات ويدخلوا لها مش عارفه، مش معمول عشان الفلسطينيين يا اخويا. الفلسطينيين ايه اللي هيعملوا لهم مينا ب 230 مليون دولار ولا حاجه؟ ده بدل ما يدخلوا لهم المساعدات في الشاحنات، دخلوا لهم قوات داخل الشاحنات ديت، ودخلوا قتلوا حوالي 250 فلسطيني شهيد، ما بينهم اطفال وستات وعجائز وكبار، عشان يطلعوا 4 ومات منهم 7 غير المرتزقة الإسرائيليين. قوات كوماندوز وطيارات ومسيرات ودبابات، كأنهم هيحاربوا، وطلعوا 4. 120 بقى التانيين إن شاء الله، وبقوا دوروا عليهم بقى إن شاء الله، لأن المقاومة قالت خلاص احنا كنا قاعدينهم في بيوت علشان الجو، عشان مش عارفة ايه بقى، وبقوا دوروا تحت الأرض بقى على ال 120 التانيين. ديت حاجة شو إعلامي داخل إسرائيل. لا، في مظاهرات داخل إسرائيل قالوا لهم يخرب بكم، انتوا طلعتوا ال4 في حرب، يعني ده انتوا هتكونوا خلصتوا على الجيش بتاعكم عشان تطلعوا ال120. ده لو طلعوا بالطريقة دي، لأن العملية ديت باظت كمان، يعني باظت، وكانوا هيسحبوا أسرى تاني من الجنود ويسحبوا الأسرى تاني، لكن أمريكا بعتت لهم عن طريق المينا هو كمان، موتت الناس ديت وعملت إبادة 250 فلسطيني في 60 داهية، ولا حد هيتكلم عنهم، علشان يطلعوا 4 من المعرصين الإسرائيليين. وعن طريق المينا اللي انت ده قال لك من أمنك لم تخونوا لو كنت خاين. يا خونة، مدخلين للناس أكل وشاحنات أكل، وحاطين لهم جنود مسلحين. اول ما طلعوا نزلوا قتل في المدنيين، وتقولوا لي امريكا بلد الحريات، تفوا على دي حريه؟ بلد الحريات العم لالو دوت اللي هو كل يوم يطلع يقول لك كلمه ويرجع يسحبها ويطلع يقول لك كلمه. بدا الخناق على اسرائيل، فامريكا حست ان الوحش اللي ربته داخل المنطقه لا اما هيتوغل وهياكلها، لا اما هو مش هياكلها ولا حاجه، بس هو هينفصل عنها. هينفصل عنها الكيان ده لو كبر شويه باليمين المتطرف، هينفصل عن امريكا. لكن امريكا ماسكه الطوق بتاعه، فبتحاول تعمل له اتفاقيات مع قطر، اتفاقيات مع مصر، اتفاقيات مع حماس، اتفاقيات تطبيع، اتفاقيات مش عارفه ايه، عشان تقدر تتحكم فيه عن طريق السياسه بتاعتها والاقتصاد. الله، امال امريكا ليه بتروح تعمل تطبيع لاسرائيل وبتدفع الثمن هنا وهنا؟ عشان سواد عيون اسرائيل؟ لا، علشان تبقى مثلا لو حصلت حاجه داخل اسرائيل، تبقى برضه ماسكه الاقتصاد داخل اسرائيل، تبقى ليها الملف السياسي داخل المنطقه، تقدر تمرره شمال ويمين عن طريق الاقتصاد، الضغوط الاقتصاديه والممارسات الاقتصادية اللي هي بتعملها على الدول العربية. زي ما احنا عارفين كمان عايزة تسيطر على إسرائيل عن طريق الدول العربية الغنية. إسرائيل برضو ضعيفة ومعتمدة على أمريكا في القوة بتاعتها، بس بتدفع. انت ضيقت الخناق عليهم، بصيت لقيتهم دلوقتي الناس طالعة دلوقتي في البرلمان، الست بتقول لهم محدش يرفع علم فلسطين، طلعوا كلهم لابسين اللبس اللي شكل علم فلسطين. فرنسا نفسها بتطرد المستثمرين اليهود، غير مرغوب فيه، علشان طبعا دي دولة فيها انتخابات وفيها حاجات، فلازم تكون الإرادة للشعب، وده الرأي العام داخل الشعب.
امريكا عندها رأي عام يختلف عن الادارة بتاعتها، بتحاول الى يعني حد ما تلعب على الونجين شوية، لكن مش قادرة، خلاص مش قادرة. عايزة بقى تعمل ايه؟ تعمل اتفاقية وتجمد الوحش وتشيله في التلاجة كما انت عليه لحد ما استف لك المنطقة. لجم الوحش لحد ما ايه، انا استف بقيت اوراقي، لان هي مش مشكلتها غزة بس، دي مشكلتها عايزة السودان، وعايزة ليبيا، وعايزة جزء من مصر، عايزة جزء من مصر اللي هو لحد أسوان، يعني عايزة الجزء بتاع أسوان ده كله بالخزان بكله بالحاجات دي كلها. فإذا أنت عندك دلوقتي ملف محطوط سياسي لأمريكا بتتحكم في داخل المنطقة. فإذا الملف ده أي خلل هيخليه يسقط منها، فهي ضغطة على نفسها، وظاهرة في صورة وسخة جدا، صورة وسخة حقيقي، على أساس إن هي بتساعد دولة نازية ضد حقوق الإنسان، وزائد إن هي بتهاجم مؤسسات حقوق الإنسان اللي هي أنشأتها، اللي هي المحاكم الحقوقية دي. وطبعا دوت مؤشر خطر لأمريكا، بيهدد الحريات داخل أمريكا، في عامل استنفار الشعب. لا، انت ما ربيتنيش على كده، انت ربيتني على الحرية وعلى احترام القانون وعلى فجاي دلوقتي بتمارس عليا الضغوط دي كلها عشان صالح إسرائيل. يا أخي ولع في إسرائيل. لكن إسرائيل لو انسحبت من أمريكا أو غضبت على أمريكا، الاقتصاد الأمريكي هيقع. فالاتنين ساندين بعض، الاتنين وسخين بقى متعجزين على بعض. فالعملية العسكرية اللي حصلت ديت بتدين أمريكا إن أمريكا متورطة كمان. لو أنا حاكمت إسرائيل لازم أحاكم أمريكا على طول. سيبكم من الكلام عن النتن دوت وبايدن والحاجات اللي بيقولوها دي، لا، ده كلام كله إعلام. حتى تحرير الأسرى دي كانت عملية علشان تعيد التجمع داخل إسرائيل، لأن في تفكك داخل إسرائيل، بس جت بطريقة عكسية عن طريق الإعلام الإسرائيلي نفسه. نقد الموضوع وقال لك دول 120 إزاي هم يعملوا كده، اللي عملوا كده دول 120 اللي باقيين هيطلعوا لنا الباقي إزاي، إحنا عايزين ولادنا وإحنا عايزين مش عارفة إيه، بس لازم يجوا عن طريق اتفاق. وطبعا حماس رافضة، أمريكا بتضغط على قطر وعايزة تعتقل الإخوان اللي هناك وعايزة تصدر أموالهم، وبتضغط على مصر عن طريق السعودية وعن طريق الإمارات. لكن مصر ممكن في الفترة الجاية العلاقات بتاعتها تتحسن مع قطر بسبب إن الدولتين عليهم ضغوط. مصر عندها استثمارات ممكن تحصل، استثمارات محتاجة رؤوس أموال عشان تشغل الدولة وتشغل عمال، لأن ما عندناش خلاص رجال أعمال صفوا عندنا. فإذا عايزين رجال أعمال من الخليج. عندنا السعودية والإمارات، دول بيمشوا بأوامر من أمريكا والتطبيق. فإذا أنا عندي دلوقتي قطر اللي يعني نفرة شوية، فقطر ممكن تعمل استثمارات داخل مصر، ويبتدوا بقى ايه يشوفوا الدنيا ماشية ازاي، لان الوضع خطر كمان على مصر مش على قطر بس. فعشان كده تابعوا الفيديو معايا عشان تعرفوا حقيقة الميناء البحري اللي انا اتكلمت عنه، ومعمول ليه من امنك لم تخونه ولو كنت خايف بعدك. ازاي هتدخل الجيب العشة بتاعتك علشان يحمي اللي فيها. ده اللي بيحصل. انت منعت المساعدات تدخل عن رفح علشان زعلان عشان اسرائيل مسيطرة على رفح. لكن لما دخلت رفح عادي، مسيطرة على معبر رفح. لما دخلت رفح عادي، ما كانش في مشكلة. لكن قمت قافل باب المساعدات وسبت المساعدات كلها تدخل بقى عن طريق المينا اللي دخل لهم منهم القوات اللي هي عملت عملية عسكرية ديت موتت 250. عامة الوساخة ما بقالهاش. تابعوا الفيديو معايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو مهم جدا لأن هيبين الوجه الآخر لأمريكا. زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا أمريكا أصلا متواطئة مع إسرائيل في المذابح، فاستحالة إن هي هتسيب إسرائيل تتحاسب، لأن هي شريك رئيسي في الإبادة للفلسطينيين. محدش يجي يقول لي أمريكا رافضة الوضع داخل فلسطين، محدش يتكلم في النقطة دي خالص، لان انا قبل كده اتكلمت وقلت عن المينا اللي هي عملتها في ساحل غزة، وقلت هي مش معمولة لإدخال المساعدات، وبالفعل كلامي طلع مظبوط في عملية تحرير الأسرى اللي تم خداع الشعب الفلسطيني فيها، وتم رمي طعم ان هم داخلين بشاحنات فيها اكل بقى للناس العزل. ما فيش مصدر بيدخل لفلسطين الا عن طريق المينا دوت حاليا. يعني مصر غضبت وقالت احنا مش هندخل الشاحنات بتاعه الاكل للفلسطينيين، واسرائيل اتهمت مصر وحصلت مشاحنات كده. معرفش هل هي ديت لوك كده او اتفاق بينهم ان احنا نقفل مصدر الشحن بتاع المساعدات لفلسطين ونفتح الاراضي المصريه لاسرائيل، ونرجع نقول اسرائيل اللي بتتحكم في المعبر وهي اللي مسؤوله. اذا قفلنا كل المنافذ واصبح عندنا الميناء العائم اللي تم تدميره عن طريق الكوارث الطبيعيه اللي هي بتحصل في البحر دي. لكن قلنا هي امريكا مش قادره تفهم ان دوت ممكن يحصل، وارد يعني، وتصرف حوالي 230 ولا 320 مليون دولار على حاجة زي كده معرضة للخطر. ايه الإصرار ان أمريكا ترجع تاني وتعيد تجميع المينا دوت عشان تقتل 250 بمشاركة إسرائيل في عملية بترمي فيها الاتهامات على حماس ان هي حطت الأسرى في أماكن مدنية؟ يعني هما بالظبط كده الفلسطينيين أو المقاومة عارفين ان الحياة اللي هي تحت الارض دي حياة صعبة، مش اي مخلوق هيقدر يستحملها. فخدوا بعض الاسرى وحطوهم في بيوت اهالي معززين مكرمين. احنا عارفين الاسرى الفلسطينيين بيجوا ازاي، بيطلعوا من الاسر بتاع اسرائيل اللي مبتور ايده واللي متعذب واللي مش قادر يقف على رجله واللي مات واللي حصل واللي سوى، مفيش حد طلع بصحته خالص. لكن الاسرى اللي اتحرروا دولت انتوا شوفوا شكلهم عامل ازاي، كانهم جايبينهم من بيوتهم، مش جايبينهم مذلولين ولا اي حاجه. كانوا بياكلوا وبيشربوا في ظل الظروف ديت. حتى لو كانت فلسطين الشعب الفلسطيني ما بياكلش، فعارف اكرام الضيف او اكرام الاسير ايه، لان احنا مسلمين. فكانت الناس طالعه نظيفه وواكله وشاربه ومتغذيه وكل حاجه كويسه. المهم الصوره عبرت عن نفسها بتاعه الاسرى. حط الصورة دي جنب الصورة بتاعت الأسرى اللي ممكن يطلعوا من السجون الإسرائيلية. تعالوا بقى، عشان أنا بصراحة متضايقة من أمريكا. عارفين الديب اللي هم بيقولوا عليه المستذئب دوت، اللي بتلاقيه اسنانه بتشر دم كده ولابس وجه إنسان؟ دي بالظبط دي صورة أمريكا بالنسبة لي، أمريكا المستذئبة. أمريكا عمالة تقولك إحنا بندين إسرائيل، واحنا ضد الإبادة، واحنا جمعيات الحريات، واحنا مش عارفة ايه، واحنا ايه واحنا ايه، وهم تي خالص. يعني حاجة زفت، حاجة زفت فعلا. والمفروض ان هم يطلعوا بأوامر أمريكية. على فكرة أمريكا كمان ماشية بأوامر يهودية. يعني أنت دلوقتي في عز الأزمة والزنقة دي، في تضييق الخناق على إسرائيل، بتبتدي بقى تظهر المقاومة أو الروح بقى عايزة متشبثة بالحياة. يعني إسرائيل كده ممكن تكون بتحتضر، لكن ما زالت فيها مقاومة من جوه. المقاومة بتاعت اليهود بتظهر في المية، الفلوس، والمناصب القيادية أو السياسية. ودي ظهرت في مجالس الشيوخ الأمريكية، وظهرت في سيدات أعمال ولا رجال أعمال بدأوا يدوا فلوس ويطلعوا يفكوا الكيس بتاعهم ويقولوا هندفع بالملايين مقابل إن إيه، إن إسرائيل ما تتحكمش مع حماس أو تتحط في الكفة مع حماس. طبعا احنا عارفين ان الاقتصاد الامريكي هو اقتصاد يهودي، اقتصاد يهودي.
فدوت اللي مخلي امريكا يعني مسحوبه من اسرائيل. زائد كمان ان هي ليها تحكمات داخل الانتخابات، واحنا عارفين الانتخابات على الابواب. تبص تلاقي بايدن طلع بكلام، وكده الكلام بتاعه بيتحلل وينتشر كالعاده. يعني يقولوا لك المحكمه الدوليه احنا مش هنخليها تحاكم اسرائيل، استحاله تتحكم اسرائيل. النتن لا، مش هيطلع عليه حكم مع قائد حماس السنوار. ويرجعوا يقولوا لك لا احنا مش بنأيده، اي احكام بتطلع ضد اسرائيل يقولوا لك فيتو عليها، يقولوا لك لا احنا مش مأيدين اسرائيل. ده يعني ده اللي عم يشوف، بس انت المفروض ان انت تصدق. اول حاجة عايزة اتكلم عنها المينا اللي هم استغلوه دلوقتي في العملية بتاعة تحرير الأسرى بقوات أمريكية، مات خلالها حوالي 250 شهيد فلسطيني. ربنا يرحمهم يا رب، وإن شاء الله يكونوا هم يعني فداء لفلسطين وعودة الدولة الفلسطينية زي ما احنا شايفين. أنا مش مصدقة كل الدول اللي هي ساندت أمريكا وقفت معاها وبتقول احنا مع القضية الفلسطينية، واحنا مع الدعوة اللي رفعها جنوب افريقيا. انا مش مصدقاه، يعني حتى مش مصدقة مصر، يعني وجهة نظري، لان مصر فتحت الاراضي بتاعتها لابادة شعب غزة ومنعت دخول المساعدات، وسابت الجزء المتحكم هو الميناء العائم اللي ممكن تحصل منه كوارث، وبالفعل حصلت منه كوارث زي ما توقعت. فاذا يبقى اما تيجي مصر تقول انا هنضم للمحكمه الافريقيه لجنوب افريقيا، عارفين ان المحكمه ديت ممكن تكون يعني من ناحيه جنوب افريقيا جده، يعني هم يكونوا ناس اتصرفوا بناء على حجمهم كدول. لكن لما انا كمصر اروح اقول انا هنضم لجنوب افريقيا عشان انا دوله كبيره ومش قادره، يبقى انا كداب. انا وجهة نظري يبقى انا كداب. اما تيجي دولة زي اسبانيا تقول انا هنضم ليها، تبقى هي ماسكة العصاية من النص، لان اسبانيا احتلت دول عربية كتير ومنها الصحراء الكبرى، وقلنا ان هي اصلا بينها وبين امريكا مشاكل، لان هي كانت ليها مستعمرات في امريكا الجنوبية في بداية نشأة امريكا، وامريكا هدت لها المستعمرات بتاعتها دي وعملت اباده لقبائل كتير هناك واحتلت المنطقه دي وعملتها امريكا الجنوبيه. ففي صراعات سياسيه هتلاقيها بتظهر في عمليه ضعف اي دوله. هتبص هتلاقي الدول اللي ليها بقى طرف تبتدي تظهر، وده اللي بيحصل بين اسبانيا وبين امريكا، مش علشان عيون فلسطين. وفلسطين من زمان ما احنا شايفين العرب دلوقتي كانوا الاول بيحاموا عن القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية ما كانش فيه دفاع عن الملف بتاعها إلا كان أيام الملك فقط، أيام الملك فاروق فقط لا غير. بعد كده كله خزعبلات وكله مواضيع بقى كده عايمة ومصالح خاصة ومصالح دولية بس. لكن احنا دلوقتي خرجنا عن النص بتاع الفيديو بس عشان بنبسط الموضوع او بنحاول نشارك بعض في الحوار عشان نبقى فاهمين. طبعا انا لما تحصل عمليه عبر الممر المائي اللي عملته امريكا واصرت ان هي تعيد بناؤه بعد تدميره عن طريق البحر، يعني مش ناس يعني دمروه عن طريق البحر، واعاده تركيبه تاني علشان ادخال المساعدات لفلسطين، مساعدات مسمومه من ايد امريكا لفلسطين. امريكا دخلت عمليه عسكريه قذره زيها وزي اسرائيل عن طريق المسيرات، وكانت بتعمل تتبع للأسرى الأربعة دولت. لكن هي عملت العملية دي أكيد بناء على عملية تجسس. ما احنا بيبقى عندنا برضو داخل الشعوب في ناس نظيفة وناس وسخة، يعني في ناس نظيفة وناس وسخة بتتربح من الوسخة بتاعتها. طبعا دولت منتشرين في كل الدول، وبعد كده بيرجعوا لنا في صور مناصب كبيرة داخل الدولة لما الدولة بتقع. إن شاء الله رغم وقوع فلسطين
يعني بين انياب الذئاب، لكن هي ما زالت بيحملها روح ربنا، روح الرحمن، هي اللي هتحمي فلسطين. لا انا ولا انت ولا رئيسي ولا رئيسك ولا اي حد. هي المقاومة والشهداء اللي بيسقطوا كل يوم دم الشهداء، وانتقام الرب، انتقام الرب منه. ده اللي هيحصل. زائد احنا الدعاء بتاعنا ابسط حاجة ان احنا ندعي لهم، لان الناس دول في كرب جامد جدا. خدوا الاسرى اللي هم كانوا 4 دول، المقاومة مش هيحطوهم تحت الارض، طبعا الحياة صعبة. خدوهم دخلوهم في بيوت اكل وشرب، او اكل ومرعى وقله الصنعه زي ما بيقولوا، لدرجه ان هم طالعين وشوشهم قد كده في ظل الحصار الغذائي والحصار على فلسطين. فعملوا لهم الموضوع ده، فحطوهم داخل بيوت، في بيتين داخل منطقه اسمها المسيرات. المنطقه ديت كان في بيتين، كل بيت في بيت محطوط فيه اسيره، وفي بيت محطوط فيه 3 تقريبا تانيين. ما بيحطوش الرجاله مع الستات. في اسيره كانت مشهوره اللي هي كانوا واخدينها على الموتوسيكل ديت، كانت في بيت، والبيتين في مسافه 200 متر بينهم وبين بعض. العمليه تمت عن طريق شاحنه مساعدات داخله للشعب اللي تم حصاره، وامنوا امريكا على دخول هناك المساعدات، علشان طبعا ما فيش اي دوله راضيه تدخل عن طريق المعبر. دخلت القوات دي عن طريق شاحنتين داخلين، واحدة فيها مساعدات وواحدة معبأة بالجنود. يعني بدل ما فيها أكل وشرب فيها موت، فيها جنود مسلحة هتتم إطلاقهم على المدنيين بمساعدة أمريكا لإسرائيل، اللي هي بتتهمها إن هي بترتكب مذابح. بالفعل دخلت الشاحنة ديت، طبعا بتبقى شاحنة فيها أكل وشرب، بيأمنوها بدبابة، بيأمنوها بمدرعة، وفيها كمان عربيات مدنية. المدنيين دولت كانوا جنود مسلحة. طبعا أمريكا عاملة ترتيب وعاملة خطة دي، وحاطة الخطة مع إسرائيل في ظل الضغط على المقاومة بالمفاوضات، لان طبعا هم عملوا كل العملية المهببة دي عشان يطلعوا بس 4 يعني من 120. طبعا العملية دي في الاول خدت بروباجندا كده، يعني ايه، الراجل بقى عمل عملية كوماندو وعملية عسكرية وقتل حوالي 250 فلسطيني. ما هو اتقتل برضو من الجنود، يعني انت حررت 4 وقتلت 7. ال7 دول رسمي فهمي نظمي يهود، لان دول معاهم الجنسيه اليهوديه. لكن الجنسيات المشتركه اللي هي مشتركه في الحرب معاكم مقابل الماني اللي بتاخده، لان انتم ما عندكوش جنود دلوقتي صفتوهم كلهم. يعني في خلال ال8 شهور اتقتل حوالي 650 جندي وظابط، ما بين قتل وما بين اسر. فانتوا طالبين جنود. امريكا بتديكوا وبتساعدكوا دلوقتي، لكن مش هتلاحق برضه، لان بيموت ناس كتير. اسرائيل اعلنت ان في واحد بس مات، ظابط بس اللي مات، ظابط مهم، ظابط لواء. لكن في الحقيقه اللي مات كمان 6 من الجنود بس تقريبا، هم زينا يعني هنا في مصر ما بيذكروش الجنود، يعني 6 من الجنود ماتوا كمان. طبعا العملية ديت انت حررت 3 علشان الشو الاعلامي، يعني انت بيهمك الشو الاعلامي بس، ما انت موتت 6 ولا 7 غير الناس التانية اللي هم من القوات المرتزقة اللي هي سقطوا هناك. دول مش بيتعدي ليهم حساب في الاموات يعني بتاعتهم، دول ناس ماتوا اجانب يعني مثلا، لكن لم يذكر العدد بتاعهم مع الجنود اليهود. ديت حاجه. العمليه تمت بطريقه وسخه، خداع الشعب الفلسطيني، ودخلوا مسيرتين فيها اكل وشرب. طبعا من امنك لم تخونوا. الناس دخلوا والناس مأمنينكم على ارواحهم، ده انتوا جايبين لنا اكل. يعني انت معقول هتجيب لي اكل وانا هقف هضربك؟ يعني ده انا ابقى بنت 60 كلب. او
ما طلعتش انا اللي بنت 60 كلب، انت اللي ابن 60 كلب وابن 60 وسخه. دخلت الراجل المكبس ابو وش مكبس اللي عامل زي الحلوف اللي وشه احمر ده، اللي اسمه بايدن ده، محدش يصدقه. عم لالو ده محدش يصدقه اصلا. منين انت ضد الاباده للفلسطينيين؟ ومنين انت مش عايز مش عارفه ايه؟ ايه الورقه اللي انت كاتبها دي بالشروط للمقاومه؟ ويعني انت بتطلب مفاوضات، ماشي، بتطلب مفاوضات مع المقاومه. لا، انت مش بتطلب مفاوضات، انت بتفرض شروط على المقاومه، بتفرض شروط. لكن هم ناس فاهمين في السياسه، بيناقشك في البنود بتاعتنا، بيقول لك عدل لي ده، اعمل لي ده. لا قبلت لا رفضت. ايه بقى انك تروح تهدد قطر وتهدد مصر؟ تهدد؟ لا، مصر مش متهدده، مصر يعني مسلمه يعني بصراحه. مصر لحد دلوقتي من وجهه نظري مسلمه. لكن انت بتهدد قطر علشان فيها عناصر في بتوع حماس موجودين هناك، بتجمد اموالهم، بتصادر ممتلكاتهم، بتعمل بتسوي فيهم، وبتقول كمان هتعتقلهم باي حق. ده انت ما اعتقلتش اللي انت دينته وقلت عليه مجرم حرب، وبتحميه من المحكمه الدوليه. باي حق هتعتقله، باي حق هتعتقله. انت جيت دلوقتي وقلت ان السبب في العمليه بتاعت اباده المدنيين دولت اللي هم في غزه، اللي هم في منطقة المسيرات ديت، حوالي 250 واحد ماتوا. المسيرة الأولى دخلت قتلت كل اللي في البيت. الشاحنة الأولى ديت، أو الشاحنة اللي كان فيها الجنود الأولى دي، دخلت قتلت كل اللي في البيت وحررت القصر. الشاحنة التانية بقى على بعد 200 متر، تخيل المسافة على بعد 200 متر، طق 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 بالنار على كل الناس اللي ماشية، طفل، حيوان، راجل كبير، ست، مش عارفة ايه، طق طق طق. وطيارات وبلش وطيارات مش عارفة ايه، عشان تطلع أربعة. امال انت لو بتحارب في فلسطين هتعمل ايه؟ عشان تطلع أربعة من منطقة محاصرة وتحت السيطرة بتاعتك، عملت ده كله؟ يخرب بيتك. ده انت مش بتاع حرب، ده انت جاموسة حرب. ده ورايح تفتخر في دولتك، ورايح تفتخر في دولتك. يعني منطق بهايم. بس المفروض ان انت كمان تتحول لبهيم وتصدق ان امريكا رافضه، وامريكا بتدين، وامريكا مش عارفه ايه. امريكا كل اللي عايزه تعمله في الفتره دي ان هي تخدر الوحش الاسرائيلي. ما مش عايزه برضو القرار يكون في ايد اسرائيل بس، لان لها مخططات تانية في دوله اسرائيل. امريكا عايزه تعمل اباده لاسرائيل، وهي اللي تسيطر على اسرائيل داخل المنطقه. لكن بوجود اليمين المتطرف مش عارفه، ومش عارفه تخدر النتن دلوقتي خالص. فهي عايزه تعمل عمليه تجميد. يعني العمليه اللي هي هتحصل دي مش عمليه وقف للحرب او ده كله، دي تجميد. تجميد بس على الاوضاع الثابته الحاليه. هتخلي اسرائيل موجوده في رفح، وتقول لك علشان هي هتراقب ايه رفح، وهتراقب مش عارفه ايه. ده كله هي مش باصه على غزه بس، هي باصه على السودان، وباصه على ليبيا، وباصه على مصر، وباصه على البحر الاحمر كامل لاسرائيل. البحر الاحمر من الرشاش لحد التيران وسنافير والسعوديه، المضيق اللي هيتعمل ده. هي عايزه تعمل كده وهتعمل كده. ده تخطيط امريكا. فامريكا دايما بتبقى السياسه بتاعتها بارده، تلمه شويه، يعني بتبقى يعني متناقضه مع نفسها، بتبقى بتقول لك حاجات متناقضه مع نفسها. وانت بقى عايز تصدق، هو ده الواقع، وهو ده اللي موجود عندي. صدقت يا روح امك، ما صدقتش هو ده الواقع بتاعي اللي موجود دلوقتي. لما قتلوا 250 واحد في منطقة المسيرات دولت وحرروا الأسرى، قلنا سقط منهم 7. يبقى إسرائيل وأمريكا عايزة تاخد شو كده، تعمل زي ما بيقولوا اللقطة كده، إن هم يعني إيه،
اقوياء وفي موضع قوه ومش عارفه ايه. الاتفاقيه امريكا عايزه تبان ان هي السبب في وقف الحرب، وان هي حمامه السلام. تخيلوا انتوا بقى ان امريكا رغم اللي هي بتعمله ده هتبقى برضو دولة المؤسسات الحقوقية وحمام السلام، وسلم لي على السلام. ده اللي هيحصل. لكن انت هتصدق عندك فرنسا دلوقتي بيطردوا المستثمرين اليهود. هل ماكرون هو مش مع اسرائيل؟ لا، هو مع العايمة. انا دلوقتي راجل ببقى منتخب داخل الدولة بتاعتي او مش كده، فانا لازم ان انا هبقى مع الشعب اللي هيجيبني يقعدني على الكرسي. فاسرائيل طالعه غضبانه من فرنسا بتقول انا ما توقعتش مش عارفه. امريكا مش هتاخد وضعها في العالم كله الا عن طريق اسرائيل. يعني لو اسرائيل وقعت امريكا وقعت. وانا قلت لكم معنى اباده اسرائيل هي اباده امريكا، لان اسرائيل هي اللي شايله امريكا في الاقتصاد وفي كل حاجه. تعالوا بقى ندخل كده نشوف الكواليس من جوه ايه بتاعه اسرائيل بعد الحادثه الاخيره دي. اولا هم لما حرروا الاسرى دولت حرروهم عن طريق المينا. زي ما قلنا المينا دي معموله عشان تتعمل عمليات لمساعده اسرائيل. خدوا الناس دولت وطلعوا على المينا وطياره من هناك ونقلوا. والقوات اللي دخلت عن طريق المينا. هل اسرائيل الشعب راضي هناك عن العمليه دي؟ يعني موافق؟ هو ملوش دعوه، هو كمان عنده ولاده، ملوش دعوه بالحكومه. هو بالنسبه له الحكومه وسخه. يعني بالنسبه للشعب سير ضد الحكومه، بيقول عليها حكومه وسخه وبنت 60 كده، وعايزين يحلوها وعايزين يشوفوا. امريكا استحاله حتى لو مش عايزه الحكومه دي ان هي توافق على حل الحكومه داخل اسرائيل في الفتره دي، لان اسرائيل مخترقه في الفتره دي، يعني مخترقه، وحماس ليها ناسها داخل اسرائيل. فدوت ده هيسجل خطر على اسرائيل، وامريكا فاهمه كده. فلازم تحافظ على النظام القائم وتساعده. ده بقى ايه شغل السياسه الوسخه، وتساعده ايا كان لحد ما تثبت اقدامه وتدي الثقه للشعب بتاعه فيه. عشان كده عملت العمليه العسكريه دي. اسرائيل طلعت مظاهرات بالعشرات، قالوا لهم يخرب بكم انتوا 120 واحد طلعتوا لنا 4 مثلا بالحملة المكثفة بالطيارات والدبابات والشاحنات والجنود، عشان تطلعوا 4 بس. وال120 التانيين، ال120 التانيين المقاومة عرفت خلاص لا دول ما يتعملوش كده. دول عشان يطلعوا 4 قتلوا مننا 250. يبقى احنا هناخد الأسرى بتوعكم دول بقى هنحطهم لكم تحت 7 أرض. يلا. يعني انتوا ما عملتوش جميلة فيهم، ده انتوا عملتوا بلوى سودا فيهم. المقاومة هتاخدهم هتخفيهم في الأنفاق زي ما كانت حطاهم قبل كده، مش هتحطوهم وسط المدنيين. لأن انتوا عايزين تعملوا كمان إدانة لحماس وتقولوا إن هي السبب في العملية دي عشان خدت الأسرى وحطتهم بين المدنيين. خدتهم يا بهايم عشان ما تعرفش إن انتوا بهايم حرب، إن انتوا يوم ما هتحرروا ناس 4 مش هتقتلوا 7 منكم غير اللي لم يتم ذكرهم يعني. وبكمية الدبابات والمسيرات والحاجات اللي انتوا دخلتوها. في خيانة في فلسطين، في كل منطقة فيها ناس خاينة يعني ما شاء الله يعني، وخاصة المنطقة العربية. يعني إذا كنت انت بتلاقي اليهودي دلوقتي ممكن ما تلاقيش نسبة خونة يهود بنفس النسبة اللي موجودة في الأرض. واحنا للأسف احنا مش هتلاقي بقى خاين بين الشعوب كده، لا انت هتلاقي كل الخونة حكام، رؤساء، حكومة،
مجلس الشعب هتلاقيهم ما شاء الله يعني عليهم يعني واخدش وضعهم، او وزراء خارجيين، او يعني المهم يعني ايه، الايد الوسخة هي اللي شايلة البلد يعني. طبعا طبعا اسرائيل يعني متضايقة جدا من الموقف ده، وعارفة ان رد الفعل بتاع المقاومة هيكون قاسي جدا على الأسرى الموجودين، ألا ربما يفقدوا جزء من الأسرى كمان بسبب، يعني انتوا شايفين الجو عامل ازاي، ما بالك بقى تحت الأنفاق أو الكلام ده كله. ودي ناس برضو يعني خدوا على الرقي شوية في الحياة، يعني مش هيستحملوا يعني. في ناس ماتت بس اللي ماتوا بسبب القصف يعني بتاع إسرائيل. طبعا معاملة حسنة وكل حاجة، بس هتبقى قاعد في مكان مش مريح. فالمظاهرات طلعت بعشرات الآلاف داخل إسرائيل، وقالوا مفيش حاجة غير المفاوضة بقى. الراجل أبو وش مكربس ده عم لالو مصمم يهدد قطر، وقطر عليها ضغوط جامدة من إسرائيل وأمريكا. ليه؟ لأن يعني قطر دلوقتي عكس الأول، هم مسكوهم ودخلوهم في الاتحاد العربي والكلام ده كله، وبدأت تمشي عليهم السياسة الاقتصادية الوسخة، فأصبحوا يعني ليهم تحكمات وضغوط على الدولة، ممكن يضغطوا على الدولة يكسروها، واحنا عارفين حجم قطر، يعني عارفين حجم قطر. طبعا الفترة الجاية دي كمان هنلاقي العلاقات هتتحسن بين مصر وبين قطر عكس الأول. ليه؟ لأن هم ضغطوهم على مصر بالاستثمارات الخليجية للدول المطبعة قوي قوي قوي، يعني قوي كده 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 قوي كده بقى، اللي هي بالأربعة لا مؤاخذة. إذا يبقى انت عندك دلوقتي الدول اللي هي مفشخه لامريكا بالاربعه، عندك السعوديه وعندك الامارات. اصبح ما عنديش دوله غنيه الا قطر. الكويت مش سامعه لها حس يعني، بس يعني الكويت يعني مستخبيه الى حد ما حاليا، يعني مش شايفه لها احداث ساخنه يعني، لان هي طبيعي من ايام حرب العراق في سيطره من امريكا عليها، لكن وضعها المادي قوي، يعني وضعها المادي مازال قوي داخل المنطقة، لكن ممكن تنكسر عن طريق دول تانية خليجية تظهر تاني في الاستثمارات داخل الدول العربية الكبيرة زي مصر مثلا، الاستثمارات إماراتية سعودية الكلام ده كله. فإذا أنا دلوقتي الدولة الغنية المرتاحة يعني حاليا هي قطر. قطر عليها ضغوط ومصر عليها ضغوط بدول الخليج في الاقتصاد بتاعها، يعني اللي ناقص عند مصر ممكن يكمل عن طريق قطر لو حصل اتفاق بينهم. فعشان كده توقعات ليلى عبد اللطيف دي ان يحصل استثمارات بين مصر وقطر وتكون اعلى نسبة استثمارات واردة، بس هي مش واردة عن النبوءة، دي واردة عن سبب السياسة، الأحداث السياسية والضغوط على الدولتين دول ممكن يخلوهم يعملوا حاجة مع بعض. ديت حاجة. الجيش المصري بيستعد، هيستعد لإيه؟ هو بيتفتل الكحك بعد العيد، ما العيد بتاع إسرائيل هو دخول رفح، خلاص دخلوا رفح، فأنا هعمل إعداد للجنود ليه يعني؟ معلش يعني لا مؤاخذة، وهم خلاص محاوطين فيلادلفيا دوت ودخلوا وسيطروا على المعبر وسيطروا على مش عارفه ايه. يبقى انا لو دخلت معاهم في حرب بعد ما فتحت لهم الطريق، يبقى انا هعمل اباده للجيش بتاعي، يبقى انا ما صدقش الكلام ده كله الا اذا كان في خطه ذكيه عسكريه. طبعا اللي بيعمل حاجه ما بيقولش، ودي حاجه احنا ما نعرفهاش، بس انا بقول بناء على التسريبات اللي طلعت، قال ممكن يكون في شغل كويس داخل الجيش بسبب ناس نظيفه تكون موجوده داخل الجيش، لكن مش معلن عنها او مش مفهومه هي ايه. وممكن تكون الخطه ديت ليها كتله قويه داخل الدوله، واذا يعني اذا كان
في موافقة حالية يعني عليها أو مباركة ليها مثلا بعد كل الأحداث اللي حصلت ديت، تبقى علشان أثبت نفسي أو أثبت القوة بتاعتي داخل الدولة. دي بتتقال للقيادات، يعني لأي قيادة، يبقى أنا مع القوة الداخلية للجيش بتاعي. ده أول حاجة. يعني أنا الرئيس بتاعي لما يبقى مع القوة الداخلية داخل الجيش بيحافظ على نفسه وعلى المنصب بتاعه، فما يقدرش ان هو يحصل اي خلل او اي حاجة او اعلان عن الامر ده، لان ده هيكون ممكن يعمل انقلاب. يعني ده ممكن يعمل انقلاب. طبعا مش حابين الكلام ده، لان برضو اي ان كان يعني ايه، بيقول لك حمارتك العرجة ولا سؤال اللئيم، واللئيم موجود على الحدود. فانت عندك دلوقتي في بلبلة داخل الدولة بتاعتي برضو. انا مش مؤيدة للنظام، لكن مش حابة ان يحصل خلل داخل الدولة بتاعتي، وابص الاقي اطراف خارجية تدخل تدمر الدنيا وتساعد النظام اللي انا متضايقة منه مثلا، او مش عاجبني تصرفاته داخل الدولة، ويقوموا مساعدينه ومثبتينه اكتر، زي ما حصل في سوريا. هم كل ما يتكلموا يقولوا لك بص سوريا، بص ليبيا، بص مش عارفه ايه. ما هو بص دولت النظام اللي موجود هناك ده نظام ضعيف، موجود بمساعدات دوليه، عشان هم مش عايزين نظام قوي داخل الدوله اللي بيحط رجليهم فيها. فانت ما تكونش عنصر داخل النظام ده، لكن انت ليك وقت برضه هتنفجر. هم ضاغطين عليك، هم ضاغطين عليك. فانا بقول للحكومة وبقول للدولة، يعني ما تضغطوش على الشعب، حماية ليكوا وحماية ليهم، لان كتر الضغط بيولد الانفجار. واحنا ربنا اللي عالم بينا، احنا مش خايفين عليكم بصراحة كحكام. يعني انا مش خايفة عليكم كحكام، انا خايفة على الدولة بتاعتي. من بعد الاحداث بتاعت 11 سبتمبر دي، يعني جابت لنا اوسخ ما في البطن عندها. فمش معقول تحصل احداث تاني وتتدخل فيها عناصر خارجيه تجيب لنا ايه بقى؟ احنا ما عندناش الا صناديق الزباله يعني، ولا ايه اللي عمالين نطلع منه؟ فعشان كده لازم نفهم حاجه واحده بس من الاخر كده، امريكا مش ضد اسرائيل، امريكا مش هتسيب اسرائيل. امريكا عايزه تجمد المشروع الصهيوني وتحطه داخل الثلاجه لحد ما يحين الاوان. تبقى الاوضاع كما هي عليه، هم جوه رفح وهم ماسكين فيلادلفيا وهم مش عارفه ايه، والاوضاع قائمه كما هي. لكن احنا هنتابع الاحداث وهنقعد نتكلم وهنقول رأينا، ومعلش سامحونا احنا بنتأخر برضو الى حد ما، لان انا مش هستفاد حاجة بما اقول لك ده فلان ضرب وده فلان اثر وده فلان. انا بني ادم عادي جدا جدا، اتعامل مع البني ادم على انه روح. اللي بيموت سواء في المدنيين، انا ماليش بقى دعوة بالمدنيين الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين، هم اللي بيدفعوا الثمن. عشان كده هتلاقي دايما الاعتراض على الحكومة من المدنيين، لكن الفلسطينيين مش مؤيدين الحكومة بتاعتهم، لا مؤيدين حماس وبيدعوا لهم وبيساعدوهم. ليه؟ لأنهم أصحاب حق. المستعمرات الإسرائيلية فضيت خلاص، وده خطر على إسرائيل، وأمريكا عارفة كده كويس. هي عشان ترجع تقنن الأوضاع تاني، عايزة ترجع ترسم المنطقة تاني على كيفها وبنظامها، وتكون هي اللي ماسكة موازين القوة فيها، لكن مش عايزة تعمل تفكك داخل إسرائيل أكتر ما هو موجود. عامة تابعونا على القناة وفعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول. معكم صفاء خطاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.